السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. انا حنان السيد ودي قناتي. اللي بيتابعني لأول مرة اهلا وسهلا بيك. النهاردة هقدم لكم حاجة مناسبة جدا للربيع واعياد الربيع وشم النسيم. كل عام والجميع بخير، وكمان أعياد إخواتنا المسيحيين كل عام وهم بألف خير. ويا رب أيام جاية سعيدة للجميع. الرنجة طبق أساسي في شم النسيم، هي والفسيخ، بس الرنجة محدش بيختلف عليها. فبالتالي أنا النهاردة هقدم الرنجة في 3 أشكال هيعجبوكم جدا. يعني هنقدمها كسلطة، وهنقدمها كمقبلات، وهنقدمها كديش منيو أساسي. تعالوا النهاردة هنشوف هنعمل ايه من الرنجة. انا هجيب السطح بتاعي، هحط عليه مشمع كده عشان الزفارة، وهننضف بقى الرنجة بتاعتنا. هنجيب الرنجة اللي احنا هنعملها. هنبتدي الأول كده نشيل الراس من فوق وبعدين الديل، وهنفتح عند منطقة البطن كده فتحة بسيطة كده رفيعة عشان نقدر ننضف ونطلع كمان البطارخ بتاعتنا. طلعنا كده البطارخ، يا سلام مرملة. طبعا في ناس بتحب المرملة اكتر، في ناس بتحب اللي هي الزبدة اكتر. الاتنين صراحة حلوين، وهنعمل منهم ميكس جميل كده. اللي عايز يعمل ده لوحده اوكي، اللي عايز يعمل ده لوحده برضو اوكي. بفتح بقى كده الرنجة بتاعتي من النص بالشكل اللي انتوا شفتوه، وهنيجي عند السلسلة كده ونشيلها بكل الشوك اللي فيها. وهنيجي من الأطراف كده نقص بالمقص بتاعنا، نتخلص من المنطقة اللي هي السودة دي، وننضف بإيدينا كده أي زوائد وأي شوك. وبعدين هنبتدي بقى نعمل عملية سلخ كده للجلد من اللحم بتاع الرنجة. هنعمل فتحة كده من تحت كده بسيطة بالسكينة كده، ناخد يعني نحاول نخلي الجلد بعيد عن اللحم، وبعدين نقلبها ونحطها على السطح بتاعنا، ونبتدي بقى ايه نسلك الجلد كده من اللحم بمنتهى السهولة اللي في الدنيا. تطلع معانا ببساطة. نضغط على اللحم كده ونشد في الجلد، هنلاقيه طلع بمنتهى البساطة. وكده الرنجة بتاعتنا اتعملت نضفت وبقت زي الفل. هنكرر واحدة كمان عشان الناس تبقى واضحة بالنسبة لها. بنشيل الراس ونشيل الديل، وكمان هنفتح كده من عند منطقة البطن. يا سلام سبحان الله، التانية طلعت زبدية. فأنا بقى عندي ميكس حلو، أنا بحب الميكس ده. هنفتح كده عند البطن، وزي ما اتفقنا بنشيل كده اللي هي السلسلة اللي فيها الشوك دي، وبعدين نقصقص الزيادات اللي موجودة كده في الجوانب، ونتخلص من اي حاجة شوك بقى. ننضف يعني تبقى الرنجة اللحم بتاعنا نضيف. ونبتدي كده بالسكينة نعمل كده، نحاول ان احنا نفتح ما بين الجلد واللحم، ونمسك الجلد ونضغط على اللحم كويس، وبايدينا نشد كده بالراحة. نخلي بالنا مفيش مشكلة لو واحنا بنشد اتقطعت، هنكمل عادي، هتشال معانا بمنتهى السهولة. وكده الرنجة معانا اتنضفت. هننضف بقى المكان بتاعنا، السطح بتاعنا كويس، ونحط الرنجة في الطبق عشان نشتغل بقى وصفاتنا اللي هنعملها. طبعا انتوا بقى ايه حسب يعني كل عيلة هتضعفوا كمياتكم وتعملوا. بجيب بقى انا ايه بصلاية خضراء ونص طماطماية كده اقطعهم شرايح، وعشان انا همكسهم كده. دي السلطة بتاعتنا اللي هنعملها. احنا هنبتدي كده اول حاجة بالسلطة. وبعدين جبت فلفل احمر الوان، وحطيت كمان فلفل حار. اللي مبيحبش الحار زي ما اتفقنا قبل كده في كل الوصفات نستغنى عنه. بحط الحاجة بتاعتنا كده في الميكسر بتاعي، واجيب كمان فلفل اخضر وفلفل اصفر، ده اختياري. زي ما قلت لكم دايما بحب انا ميكس الالوان ده ادخله كده في الوصفات. وبعدين الليمونة الكبيرة الحلوة الجميلة هنعصرها عصرة حلوة كده. وهننزل بقى بتظبيطة الملح بتاعتنا حسب ذوقنا، وهننزل بشوية من الفلفل وشوية من الكمون وكمان بابريكا.
وهبتدي بقى احط بعد كده الخل اللي هي السوائل، وهحط معلقتين من الزيت. لحد كده الامور تمام تمام. هننزل بقى بالمكون الحلو قوي اللي بيديلها طعم مش طبيعي، وهو الطحينة. هحط معلقتين من الطحينة، وهحط معلقة من الكزبرة. انا كنت نسيت احطها في الاول فحطيتها، فمش مشكله، احنا لسه ما خلطناش الخليط بتاعنا. السلطه دي بقى في ناس بتحب تقدمها قطع، فبالتالي ممكن يفرموا الخضار ويقطعوا رنجة قطع كده ويحطوا الخضار ده عليها ويقلبوها، وهتطلع في منتهى الجمال، ورشه بصل جميله. انا هفرمها ناعم لان انا هقدمها في شكلين، هقدمها كسلطه وهقدمها كمقبلات. فخلاص انا مكسيت كل حاجه مع بعض. هاجي بقى بالصوص صوص الرنجة ده، اكون محضرة توست، احط كده على التوستاية بتاعتي واقفل عليها، اوزعه كده بالشكل اللي انتوا هتشوفوه ده. تمام. واقفل عليها كده، وبعدين هاجي بالسكينة اقطع كده اي زيادات، عشان انا عايزاها مربعات صغيرة تتقدم كمقبلات. تمام. بقطعها كده مربعات، وبعدين باجي كمان على اول اتنين مع بعض احط برضو صوص رنجة كده، وبعدين اغطي عليهم بالاتنين التانيين واضمهم على بعض، واتأكد ان كل حاجة متساوية مع بعض. نفس الشيء اهو بكرره تاني عشان يبقى واضح بالنسبة لكم. اهو حطيت بقى كأني 4 طوابق. وهقطع كده. هنشيل اي زيادات اهو معاكم بالراحة، بنتعامل بالراحة عشان ما تبص معانا. موضوع سهل وبسيط جدا جدا، وفي الاخر هيطلع جمال مش طبيعي. هنحط برضو اهو شوية من صوص الرنجة ونقفل عليها. بقت كده ادوار فوق بعض، زي المقبلات اللي بتتقدم كده في الحفلات بتاعتنا. كمان هحط بقى من على السطح كمان شوية من صوص الرنجة بالمنظر ده. ممكن بقى شوية كاتشب كده، شوية مايونيز، تكاية كده رايح وجاي. بس انا حبيت اظهر شكل الصوص بتاع الرنجة، عشان انا هحط كده شرايح من عروق البصل الاخضر. حطيت شوية كده على كل واحدة، والرابط طبعا اللي هو كان الصوص الرنجة عشان البصل ما يقعش يمسك فيها. وبعدين جيت بشيلي توميتوس كده، حطيتها كده من على السطح بستيك، وثبتها فيها بالمنظر ده. بصوا. حد يقول ان دي رنجة؟ يعني ده طبق رنجة؟ يعني اتمنى يا رب تكون اول طريقة عجبتكم، واعتقد انها حصري وما تقدمتش قبل كده. بعد كده الطبق التاني اللي هو السلطة. انا بجيب الصوص بتاعنا واحطه في طبق افرده، واحط بقى خس، ليمون، طماطم، كان عندي عيش محمص حطيت. هاجي بقى على الطبق التالت. هجيب الرنجة بتاعتي واقطعها قطع كده صغيرة، احط قطعة من الخس كده، وهفردها بأي شكل بقى انتوا حابينه حسب الكمية. انا مش عاملة كمية كبيرة، بس عشان اوريكم ان احنا بكمية صغيرة نقدر نطلع يعني بوفيه. رشيت ليمون، عصرت عليها عصرة ليمون كده، برضو ليمونة كبيرة، واديت لها شوية من البابريكا وشوية من الكمون. ده اساسي، يعني اللي عايز بقى بيزود حاجة تانية، بس انا بالنسبة لي الكمون والبابريكا اساسي يعني. وخاصة بقى كمان لو بابريكا حارة كمان بيديها طعم حلو قوي. بعد كده برش عليها كده معلقتين من الزيت النباتي، وطبقنا يبقى جاهز. لو عايزين بقى الطعم يبقى حكاية اكتر، طبعا هنتبل الاول الرنجة بتاعتنا كده في علبة تلاجة، ونسيبها ليلة كاملة كده، وبعدين نطلعها نقدمها بالطريقة دي. وبقى شوية بقى نحط فلفل الوان، نحط طماطم، نحط خيار. نقدمها بقى
أي طريقة أو أي شكل إحنا بنفضله. أنا كده سريعا جرنشت الطبق بتاعنا وطلعت بالشكل ده. وكده ده تالت صنف معانا. يعني احنا كده قدمنا سلطة الرنجة، قدمنا مقبلات الرنجة، وقدمنا الرنجة في شكلها الرئيسي أو الطبق الرئيسي. ودلوقتي بقى هنقدم البطارخ. باجي في بولة وأقطع البطارخ بتاعتي قطع صغيرة جدا، حط عليها كده شوية من الزيت النباتي، برضو ده حسب الكميات اللي انتوا عاملينها، وهعصر عليها برضو عصرة ليمونة كبيرة كده. كل ما زودنا الليمون كل ما كان الأمر يعني طعمه وهمي يعني. هنحط شوية من البابريكا وشوية كمان من الكمون. تمام. واللي حابب يحط طحينة هيحط، بس انا بحب احس بطعمها فبالتالي انا مش هحط طحينة، بس اللي حابب يضيف طحينة تمام. هنميكس كل الحاجات مع بعض كده، ونزين البولة بتاعتنا بشريحة كده او شريحتين من الليمون، وبتكون كده جاهزة معانا للتقديم. وكده ده المنيو بتاعنا النهاردة، منيو الرنجة بكل أشكاله وألوانه، وحاجة في منتهى الطعامة اللي في الدنيا، هتعجبكم جدا. كل سنة وانتم طيبين. أتمنى تكون وصفة النهاردة عجبتكم، وأتمنى إن انتوا دايما تكونوا كده بخير وصحة وسعادة، ومستنية رأيكم فيها. وما تنسوش بقى كمان السبسكرايب واللايك والشير عشان يصلكم كل ما هو جديد، وكمان شيروها لكل أصحابكم وأصدقائكم النهاردة، هنوهم وقولوا لهم كل سنة وهم طيبين. الربيع بدأ ومش بيقف على عيد، العيد هو كل يوم والإنسان بخير. كل عام وانتم بخير، والسلام عليكم.